اسمع كده. النهاردة 7 سبتمبر، تذكار القبض عليا أيام أنور السادات. الساعة 2 بعد الظهر زي دلوقتي جه عبد الرحيم الضابط وخدني في العربية بتاعتي ورحنا دير أنبا بشوي. سلمت على الأنبا سربون ومجمع الرهبان، كانوا واقفين برا وبيبلغوني سلام قداسة البابا ودعواته. كان موجود جوه طبعا، لكن ما كانش ينفع يطلع لحسن حد يتعرض له يعني. وبعدين رحنا وادي النطرون، رحنا ريست في اسم بوليس هناك، كتبوا ان انا سلمت نفسي وده حصل فعلا، محضر. وطلعنا بعربية فيها 2 ضباط، واحد سايق والتاني جنبي وانا في النص. عربية مش نص، مش ربع نقل، اكبر شوية يعني، مش عارف يسموها فان ولا ايه، المهم. وقدامنا عربية بالكشاف اللي بيلف ده بتاع البوليس، ورانا عربية مليانة عساكر بالبنادق الآلية مليانة، وموكب كده زي موكب وزير الداخلية أو فأنا قلت ده عاملة زي المركبة بتاعت إيليا اللي رايحة للسما، ولا كان هممنا حاجة يعني. وفضلنا ماشيين، استلمونا. احنا في محافظة البحيرة، استلمتنا في محافظة القاهرة بنفس النظام بس قوات أخرى. وعدينا في ميدان التحرير، وبعدين ابتدينا نخش في محافظة القليوبية عشان رايحين سجن المرج، فاستلمونا برضو قوات أخرى سلمت لقوات. ووصلنا في الآخر بقى سجن المرج بالليل، كانت الدنيا ليلة. ده يوم 7 سبتمبر سنة 1981. يوم 6 أكتوبر بعد 30 يوم بالظبط، خالد الإسلامبولي ضرب السادات بالرصاص في يوم العرض العسكري، وراح المستشفى المعادي العسكري وقالوا ان هو اتوفى متأثرا بالرصاص اللي جه في صدره. ربما توفى على المنصة او في المستشفى، لكن يظهر جابوا طيارة هليكوبتر نقلته بسرعة على المستشفى. كنا 7 أساقفة أبرشيات وخوري أبسكوبوس و24 قسيس. ففكرني ده بسفر الرؤيا، كان في 7 أساقفة كراسي، كنيسة أفسس وبرغاموس وسميرنا وإلى آخره يعني، وفيلادلفيا. 7 كنايس و7 مناير و7 كواكب. فكنا 7 أساقفة أبرشيات و24 قسيس اللي حوالين العرش، كنا 24 قسيس برضو. وأنا قريت في سفر الرؤيا قبل ما أمشي على طول، فتحت الكتاب على سفر الرؤيا بالصدفة يعني، لقيت بيقول الشيطان مزمع أن يلقي بعضا منكم 10 أيام في السجن. فقلت للأسقف اللي كان معايا في الحصن في دير السوريان قبل ما انزل عشان اقابل الضابط، قلت له يبقى فيها 10 سنين. وكنت قايل لقداسة البابا قبلها بيوم الكلام ده في دير مبشوي. وبعدين الحسن انا قعدت 5 اشهر و5 ايام، 10 برضه بس. وطلعنا بقى بعد كان وفاة السادات في ايام. واشد تهمة اتقالت لي في التحقيق، ورد في تقرير مباحث أمن الدولة أنك كنت تحض على كراهية نظام الحكم برفض تطبيق الشريعة الإسلامية. دي كانت أشد تهمة يعني، الحض على كراهية نظام الحكم
في النظم العسكرية في الدول اللي فيها نظام عسكري ممكن تبقى عقوبتها توصل للإعدام. كلمة كراهية نظام الحكم، الحض يعني التحريض يعني. فالسادات ما نعرفش كان مدبر لنا ايه يعني، لغاية فين كان ناوي يوصل. والبابا كان محاصر ب600 جندي مسلحين في خنادق ودشم حوالين دير الأنبا بشوي ودير السوريان. 600 جندي بلبس الميدان بالخوذ، وجوه الدير مفيش مطوة حتى، مش مسدس. طب عشان ايه كل الأسلحة دي؟ في الآخر خالص قبل ما البابا يطلع قالوا ايه؟ قالوا ده عشان حراسة قداسة البابا. قلنا لهم طب، ردوا عليهم قالوا لهم ده كان وزير الداخلية وقتها جه يزور، فاتقال له رسمي يعني، قال له اللي بيحرس واحد يوجه المدافع ليه ولا لبره عشان لو حد هجم. المدافع كلها موجهة في اتجاه الدير، مش موجهة في اتجاه اللي جايين من بره. يبقى دي حراسة ليه ولا حراسة عليه؟ ما عرفوش يردوا طبعا. لكن كل ده راح ذهب مع الريح. وأنا بحتفل ب7 سبتمبر زي ما بحتفل ب24 سبتمبر، اللي هو تذكار رسامتي أسقف وتذكار زيارة البابا شنودة هنا وإعادته للحياة الرهبانية رسميا إلى دير القديسة دميانة بعد 17 قرن من استشهاد القديسة دميانة في نفس اليوم، بس بعد 6 سنين يعني. وبحتفل بيه زي 2 سبتمبر اللي هو تذكار رسامتنا مطرنا ترقية يعني من أسقف لمطران في دمنهور، يوم نقل جسد القديس أثناسيوس جزء منه إلى كاتدرائية القديس أثناسيوس في دمنهور وتدشين الكنيسة. عندنا 2 و7 و24 سبتمبر. وكمان يوم 30 سبتمبر تذكار رسامة البابا شنودة أسقف للتعليم، ودي كانت بداية عهد جديد للكنيسة كلها في عصر يحتاج إلى المعرفة والعلم الروحي والعلم اللاهوتي. فشهر سبتمبر له ذكريات كتيرة معنا. وأنا كنت فرحان جدا وأنا رايح في العربية وبقول دي عاملة زي مركبة إيليا، ورايح المكان اللي أنا بحبه في القلاية. قلت هيحطونا في زنزانة تبقى كأنها زي المغارة في الجبل أو زي القلاية في الدير مع الأجبية والكتاب المقدس. قالوا لي تاخد كتاب واحد وانت داخل. قلت لهم لا مش ممكن، واحد للصلاة واحد لقراية الكتاب. فالمأمور كان متعاطف معانا شوية فقال لي طب ماشي. بس والكتاب اللي كان معايا في السجن موجود لغاية دلوقتي ومكتوبة فيه تأملات كثيرة جدا جوه الكتاب نفسه يعني. فكانت فترة خلوة ودراسة في الكتاب المقدس امتدادا للفترة اللي قضيتها في الرهبنة. بعد كده قضينا 40 شهر، كمالة 40 شهر يعني 35 شهر في المنفى خارج الأبرشية. فأنا أغلبها قضيتها في دير مريمينا ودير البراموس ودير السوريان السنة ونص الأخرانيين. واعتبرت ان انا رجعت لقلايتي في دير السوريان واضيف الى حياتي الرهبانية في الدير سنة ونص تاني. فكنت مبسوط جدا. وكانت الأبرشية والدير هنا الأحباء بيجوا يزورونا بتصريح، كان لازم تصريح سواء في دير مريمينا أو في دير، لا دير مريمينا كان تصريح على خفيف كده يعني، لكن دير السوريان كان لازم تصريح من وزارة الداخلية بحث أمن الدولة.
اي حد يخش عشان يشوف البابا او يشوفنا. في الفترة الاولانية كنت بعدي من دير السوريان لدير الانبا بشوي ان انا انط على السور الفاصل بين الديرين، ولو العساكر شافوا واحد بينط على السور ممكن يضربوه بالرصاص، بس ما كنتش بخاف. وبعدين انا رحت تقريبا في شهر يونيو، في شهر ديسمبر تقريبا يوم 31 ديسمبر قدس البابا فتح بوابة ضخمة جدا بين الديرين بتصريح من الداخلية، وقلنا له في اليوم ده الحاجز المتوسط نقضته. وكان احتفال كبير خالص، ولا زال الباب ده موجود، باب جرار كبير جدا زي البوابة الرئيسية بتاعة الدير عندنا اللي هي المدخل الرئيسي اللي بره خالص، بس بيمشي على عجل كده بيتجر. ففي الحلقة دي بقى كنت عربيتي جابوها لي، العربية الشيفروليه القديمة الكبيرة قوي دي موديل 71. فكنت بركب العربية وامشي بقى على الطريق المدق اللي عملوه، واوصل لغاية دير الانبا بشوية عشان اقعد او اقابل او اشتغل مع قدس البابا. الحال ده استمر لغاية 31 ديسمبر السنة اللي بعديها اللي هي 84. وصلينا قداس 1 يناير مع قدس البابا في كنيسة الأنبا شنودة، وسافرت بعد القداس مع نيافة الأنبا بنيامين عشان نوصله أبرشيته. وبعديها بيومين ولا حاجة أو جيت على الأبرشية عندنا يوم 1 يناير. قبليها كنا وصلنا أنبا بنيامين، وبعدين رحت كنيسة سخا، وجم مجموعة من الأساقفة من ضمنهم الأنبا توفيلس، وصمموا يقعدوني على الكرسي، وأنا كنت اتجلست هنا في الأول عند القبر وفي دمياط، بس كفر الشيخ كانت المطرانية فما خلصتش، فالبابا أجل التجليس هناك في كفر الشيخ. كرسي سخا هو المكان الأثري للأبرشية هناك. بعد رسامتي سنة 72 في 85 بحوالي 13 سنة حصل التجليس في كفر الشيخ بحضور مجموعة من الأساقفة، في مقدمتهم رئيس الدير بتاعنا اللي رسمني راهب، وأنا ببخر حوالين المذبح بعد صلاة الشكر. خلونا أنا اللي أصلي صلاة الشكر عشان أنا اللي بيحتفل بيا يعني. الإذاعة الراديو أذاع القرار الجمهوري بعودة البابا شنودة إلى كرسيه، يعني أذيعت في الإذاعة والناس جت تجري تبلغنا. فرحنا وصلينا عيد الميلاد سنتها كلنا مع قداسة البابا، يعني مش كلنا قوي بس أنا ومجموعة كبيرة كنا مع البابا في قداس العيد. وكانت فرحة كبيرة إن البابا عيد عيد الميلاد سنة 85 وإحنا وياه، أنبا بنيامين وأنا وعدد كبير من الآباء الأساقفة. وأنور السادات تبخرت كل المؤامرات بتاعته، راحت أدراج الرياح، وبقيت الكنيسة زي ما ربنا وعد: كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه، من اجتمع عليك فإليك يقع، يعني يقع عندك عند أسوارك. يعني احنا ما لمسناهوش بالعكس احنا كنا في العنبر الزنازين بتاعتنا كنا بنصلي له. فجه الضابط يقول: بتصلوا للي حطوكوا في السجن؟ قلنا له: احنا المسيحية بتقول لنا كده. فصلينا له لغاية ما ربنا خده. مش ما دعيناش عليه.
هو بيقول ايه؟ بيقول لي الانتقام انا اجازي يقول الرب، لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء. فاحنا ما بنكرهش حد وبنصلي للي يسيء الينا، بس ربنا هو بقى اللي بيتصرف. انا يوم ما اعلنوا وفاته يوم 7 اكتوبر قعدت كده على الارض في الزنزانة وقلت له يا رب ايه ده بالسرعة دي كده؟ ايه ده؟ دي اول حاجة قلتها يعني. احنا الحقيقة ما اتمنلنوش ابدا انه يجرى له كده، يعني مش بنصلي بلساننا وقلبنا عكس كده، لا احنا صلينا له فعلا. بس بيقول لي النقمة انا اجازي يقول الرب، ان جاع عدوك فاطعمه وان عطش فاسقيه، فانك بهذا تضع جمر نار على رأسه والرب يجازيك. دي ذكريات 7 سبتمبر.